السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم المستشار أحمد عبد ماهر المحامي بالنقد. ولكن هذه المرة أقول لكم أني خبير حرب، لأني حاربت حرب 67 وكل معارك الاستنزاف ومعركة 73 مع العدو الصهيوني. النصر والهزيمة يا إخوة لا يبدأان أو لا ينتجان بعد بدء المعركة. نقول مين اللي هينتصر ومين اللي مش هينتصر، لكن النصر والهزيمة بيبدأوا قبل سنوات من بداية أي معركة. هل أنت بتنتج سلاح؟ هل أنت بتطور سلاح؟ هل عندك علوم تكنولوجية تستطيع بها التجسس على خصمك؟ وبعدين قبل بدء القتال بيدرس كل طرف من الأطراف قوة عدو في كل العناصر اللي أنا قلتها وغيرها وغيرها، وبعدين بتبتدي الحرب. إحنا كمسلمين بلا عقل حتى مع القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى الكلام اللي أنا بقوله ده قاله في القرآن على فكرة، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. احنا ما بنعدش حاجة، احنا بنستورد سلاح، وبنستورد على قد الفلوس اللي معانا، على قد النقود اللي نقدر نصرفها. لذلك احنا أضعف وأقل ما يمكن أن نكون، ثم أننا دول غير متعاونة ولا مترابطة ولا متحدة. نحن نترابط مع أمريكا أكثر مما نترابط مع بعضنا البعض. نصدر ونستورد من أمريكا أكثر مما نستورد ونصدر مع بعضنا البعض. إحنا هننهزم في أي معركة جاية كمان. بعد أنا ما أموت هتموتوا برضو وهتتهزموا برضو. في حرب 67 أنا استلمت مدافع جديدة من الاتحاد السوفيتي اسمها ب 10 وب 11، مدافع مضادة للدبابات، وكانت بشحمها وفي صناديقها. ولما بدأت المعركة بعدها بأشهر قليلة وجدت انه الدبابة اللي بتهجم عليا المدفع الرئيسي بتاعها المدى بتاعه 1200 متر، وانا المدى بتاع المدافع بتاعي من 400 ل 600 متر. وقفت دبابات اليهود على بعد كيلو او كيلو 100 متر، وبدأت تقتل جنودي من على بعد لا يستطيع احد من افراد قواتي انه يصل اليه، لان احنا المدى بتاعنا من 400 ل 600. هو ده بقى غباء رئاسة الجمهورية في مصر اللي اسمها عبد الناصر، غباء قيادة القوات في مصر اللي اسمها عبد الحكيم عامر. هو ده. بدأت المعركة وبدأت كتبنا في سجل الموتى والشهداء قبل أن نولد. ليه؟ لغباء قادتنا. احنا يا فندم ما بنفهمش ازاي نعيش اصلا. وبعدين صيحات بقى ان احنا بنناصر ايران ومش بنناصر ايران، وصيحات انه الدول العربية زعلانين جدا وغضبانين انه بيتم ضرب القواعد الامريكية اللي في اراضيهم. ما هو ده بيدل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثير كغثاء السيل. يا فندم العلم ضروري، وما تصدقش أبو عمامة ده وداك في داهية خلاص من زمان قوي، من سنين طويلة، بس أنت ما انتش دريان. أبو عمامة وأبو لحية وداك في داهية، خلى كل تفكيرك في
انك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد. مش معنى كده ان سبحان الله غلط، لا، لكن معناها انه لازم معاها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون، الرهبة مطلوبة. الرهبة بايه؟ بالاعداد. والاعداد بايه؟ بالعلم. والعلم بايه؟ بالبحث والدرس. انما مش بانك انت تقيم الليل مثلا. لذلك العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مهمة جدا. المسألة مش كلها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ما ينفعش. وتقولوها الله هو اكبر. انا قلت لكم 1000 مرة ما اسمهاش الله هو اكبر، اسمها الله اكبر. الله اكبر مش الله هو اكبر. لكن حتى دي ما انتوش فالحين فيها، او ما عفوا ما فلحناش فيها. كلنا ربنا بيقول لنا صلوا على النبي، وبيقول لنا نسبح. بنصلي على النبي اكتر من نسبح الله. بنصلي على النبي اكتر ما بنذكر الله. احنا مشركين يا فندم، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. احنا كده. عايز متصور ان انت مؤمن عشان ان انت بس العنوان بتاعك مسلم؟ انت مش مسلم، انت مشرك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وربنا بيقول بقى في آية تانية وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فبما انه في مشركين وكفار، هنقول انهم كفار يعني، ولو انهم مش كفار ولا حاجة. الغلبة تكون لمن أعد إعدادا علميا. سيبكوا خالص من اللي انتم مضيعين وقتكم فيه ده. يعني عفوا، انتم مش فاهمين الدين. المشايخ بتوعكم ومش فاهمين لا دين ولا دنيا. لذلك النصر هيكون لأمريكا، لذلك النصر هيكون لإسرائيل، إلا إذا جاء من عند الله. لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يبقى نصر الله والفتح ده مش في فتح مكة. نصر الله والفتح مش أيام فتح مكة بس، لا، في كل زمن ليه طريقة معينة للفتح، بس انتوا مش عارفينها. ادي كل الحكاية. يعني بالطب بنستورد علوم الطب كلها، الهندسة بنستورد علوم الهندسة كلها، ميكانيكا المركبات بنستورد علوم ميكانيكا المركبات كلها، وسائل الاتصال اللي احنا بنتكلم منه دلوقتي، التليفون اللي انا بكلمكم منه ده بنستوردها كلها. احنا اخيب منا مفيش. هو احنا التليفون اللي في ايدينا ده انت اتولدت لقيت التليفون ده؟ ما اتولدت، انما عملوه بعد ما اتولدت، عملوه بعد، على الاقل بعد انا ما اتولدت، بعد انا ما تم ميلادي عملوا هذا الهاتف المحمول اللي هم مسمينه الهاتف النقال. وبدأت الصور، وبدأ يبقى في حاجة اسمها وسائل التواصل الاجتماعي اللي انا بكلم حضراتكم منها. اذا احنا اخس واضعف واحط الامم، اذا لابد ان نلقى الهزيمة. شكرا جزيلا يا اخوة، ولعلكم تبقوا تخططوا بقى علشان نلقى النصر بالطريقة التي ارادها الله وكتبها الله في كتابه. شكرا جزيلا.